اهلا بيكم في لاتينو ستوديو. معاكم لاتينو. الفيديوهات دي بداية البودكاست، انها تبقى فيه بعض الاسئلة بحيث ان الرد عليها بالكتابة هيكون موضوع كبير قوي، فافضل ان انا اتكلم عليها فويس. اول سؤال جالنا من نوعية هذه الاسئلة من نزار سايتس، بيقول: استاذ، ممكن تشرح لنا كيف نشيل التشويش والنويز من الايقاع لو كان الايقاع ضعيف، وما الفلاتر المستخدمة؟ لو احنا بنتكلم على التشويش، دي حاجة كبيرة قوي مش قادر افهمها. يعني هل التشويش دوت هو نوع من انواع الديستورشن الموجود في الحاجة؟ هل هو نوع من انواع الكليبنج؟ هل مثلا الدرامز اللي انت بتتكلم عليه دوت متاخد لوب من قلب اغنية ففي ليكج، يعني في تسريب من بقية التراكات اللي كانت موجودة في نفس الاغنية؟ فكلمة تشويش دي كلمة كبيرة قوي، يعني محتاجين لها توضيح اكتر. النويز، لو مقصود بالنويز ان في وش زي اللي انا عملته دوت او هواء او اير، ممكن تشيلها بحاجات كتير جدا. اي حاجه فيها دي نويز ممكن تستخدم من ويفز كلاريتي برو، ممكن تستخدم ان اس 1 من ويفز، ممكن تستخدم من ايستوب ار اكس تستخدم حاجه اسمها فويس دي نويز او سبيكترال دي نويز. الشق الاخير من السؤال: لو كان الايقاع ضعيف ما الفلاتر المستخدمه؟ لو كان الايقاع ضعيف انا محتاج اعرف منك يعني ايه كلمه ضعيف، وضعيف مقارنه بايه. ما انا ممكن لو بسمعه لوحده احس ان هو قوي عادي مفيش مشكله، بس لما احطه مع المزيكا يبان ان هو مش قوي، فكده يبقى هو في مشكله في الميكسنج بتاعه. ففي مشكله في الميكسنج بتاعه، نشوف المشكله دي سببها ايه. هل في آلات تانية مغطيه عليه فاحنا نبدا نعمل له كيوينج بحيث ان هو يبان وسطهم؟ هل نعمل له بارل كومبريشن عشان يبان وسط المزيكا؟ النوع ده من الاسئله بيكون اجابته السريعه اللي هو انت محتاج تتعلم ميكسينج عشان تحدد ايه هي المشكله وتعرف ازاي تحلها. لكن لو عاوز اجابه ماجيكال، اجابه سحريه، حد يقول لك افتح البلاجن الفلاني وحطه هتلاقي الدرامز بقى كويس، الكلام ده مش حقيقي للاسف، ولا يسري في الهندسه الصوتيه اطلاقا. اتمنى الفيديو دوت يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجه، واي حد عنده اي سؤال يتفضل يسيبه في الكومنتات تحت الفيديو دوت علشان نبدا نكمل فيديوهات تانية من نفس النوع دوت. ولو انت جديد في القناه اشترك وادي الفيديو لايك لو حسيت ان انت استفدت منه حاجه. سلام.